انا بجد واقعه في مشكله كبيره جدا ومحتاجه حل. اول امبارح كنت حاطه موبايلي على الشحن وخطيبي اتصل عليا كتير قوي وللاسف ما سمعتوه، ووقتها كده كنت في الحمام وكنا متفقين اننا هننزل نشتري شويه حاجات وكده. المهم لما خرج رديت عليه ولقيته بيقول لي انا عمال ارن عليكي من بدري ما بترديش ليه؟ قلت له في ايه؟ انا كنت في الحمام وما سمعتش الموبايل. فرد وقال لي انا بقالي ساعه واقف تحت البيت وبرن عليك، انت ايه حيوانه؟ انا مش عارف ايه الغباء ده. وقتها اخويا كان قاعد وسامع الكلام اللي خطيبي كان بيقوله لي، وقام واخد مني التليفون وقال له خليك واقف زي ما انت. انا نزل ودخل جاب الذهب وكل حاجه هو كان جايبها لي ونزل اداهم له وقال له انت مش جايبها من الشارع، ولو انا ما كنتش بفهم في الاصول كنت كسرت عظمه وعلقتك قدام البيت. فقام خطيبي شتمه ومسك فيه، وساعتها قام اخويا ماسكه وضرب وكسر له مناخير بسبب ان خطيبي عنده قرايب في الشرطه. قام عمل تقرير طبي وللاسف اخويا محجوز دلوقتي في القسم. فبابا طلب من اخويا اننا نستسمحه عشان يرضى يتنازل عشان اخويا يطلع وكده، لكن اخويا رفض وقال لبابا اقسم بالله ما يحصل ولو على موت، بس ما تذلش لحيوان زي ده. وبعدين ده شتم بنت هو لسه على البر، امال لما يتجوزها هيعمل فيها ايه؟ انا طبعا فسخت الخطوبه، لكن المشكله ان اخويا بيشتغل مهندس في السعوديه ونازل اجازه والمفروض انه هيسافر كمان اسبوع، وانا بجد مرعوبه ومش عارفه اعمل ايه عشان نلحق نخرجه قبل ما يتحكم عليه ومستقبله يضيع. وانا حكيت اللي حصل ده عشان بجد محتاجه منكم تعتبروني زي اختكم وتقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي عشان اعرف اطلع اخوي.